جربت اعمل البرجر في الاير فراير وحبيت اشارك معاكم النتيجة. هنا انا حطيت البرجر في الاير فراير. انا الساعة بتاعتي 5.5 لتر، هي تشيل كتير بس انا كنت بعمل 4 قطع بس. حطيتهم في الاير فراير زي ما انتم شايفين كده، وابتديت اظبط بقى الاير فراير على اللحمه. هي اللحمه هنا بتسويها على درجه 180 في 15 دقيقه. انا حاسه ان البرجر ياخد اقل من 15 دقيقه، بس انا هديله وقته، وممكن على 10 دقايق كده افتحه واشوف وصل لايه. وفعلا بعد 10 دقايق فتحته لقيته على فكره استوى وكان شكله حلو جدا. وانا اللحمه اللي انا عامله بيها البرجر دي الدهون فيها قليله مش كتير، عشان كده هو مكشش ويا دوبك بس ايه اخد حجم السوا. بس برضو قلت اكمل السوا عشان اشوف لما بتاخد ال 15 دقيقه بتوصل لايه. وعايزه اقول لكم النتيجه بهرتني، برجر مكشش خالص، طالع مستوي جدا وحجمه حلو جدا. انا شايفه انه تسويه البرجر في الاير فراير حاجه عمليه جدا بصراحه. يعني انا شايفه ان انا كل مره بعد كده هعمل البرجر في الاير فراير. وهنا كنت بشيله بسهوله جدا. وده المنظر النهائي. انا ما كنتش محتاجه احط اي ماده دهنيه على البرجر لانه هو كده كده فيه دهون.